وقفنا ندا لند أمامه راقص التانجو، هززنا كبرياهم في الملعب، لكن الفيفا أبت إلا أن تهدي بطاقة العبور لقمصانهم المخططة. هكذا يهزم الفراعنة في المونديال. خرجنا برأس مرفوعة وعرق ينبض بالشرف، وتركنا لهم بطولة لوثتها حسابات المكاتب والنفوذ. مؤامرات المكاتب المغلقة في الفيفا تظل دائما العائق الأكبر أمام أحلام المنتخب المصري. أصبحنا نواجه 12 لاعبا في الملعب، والحكم دائما هو المهاجم الأخطر ضدنا. لم نخسر بفنيات اللعبة، بل خسرنا لأن صياغة التاريخ المونديالي لا تقبل سوى بالألوان التي تعجب. الفيفا قد يملكون النفوذ، الحكام والقرارات، ولكننا نملك العزيمة، التاريخ وحب الملايين. سيموت الظلم الكروي وتظل مصر دائما عقدة الكبار. عجيبة هي كرة القدم حينما يفشل عمالقة التانجو في إخضاعنا، يتبرع قاضي الملعب بتقديم سك الطاعة. دموع لاعبي مصر في الملعب لم تكن بسبب العجز، بل كانت قهرا من عدالة غيبت عمدا لصالح الأسماء الكبيرة. حاربنا على أرض الملعب كالملوك، لكن كواليس الفيفا كانت قد كتبت السيناريو مسبقا. الكأس يحتاج لبريق الأرجنتين وليس لكفاح الفراعنة. المجد لا يشترى بأموال الرعاة ولا بتواطؤ الحكام. المجد هو أن تذكر الأجيال أن مصر هزت كبرياء الأرجنتين وظلت عصية على الانحناء. أي قهر هذا الذي يجعل جهد أعوام لجيل كامل يصير هباء منثورا بإشارة ظالما من إصبع حكم. في ملاعب المونديال لا يكفي أن تفوز تكتيكيا على الأرجنتين، عليك أيضا أن تهزم تعاطف الحكم وانحياز المنظومة لنجوم الإعلانات.